السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا علي محمد، أخصائي تمريض وحاصل على البورد الأمريكي النكليكس. اتكلمنا في الحلقات اللي فاتت من سلسلة الطريق لأمريكا من البداية عن المؤهلات المطلوبة للسفر علشان تقدر تشتغل كممرض قانوني في أمريكا، وبعدها عن معادلة الشهادات في شركتين اللي هم CGFNS والجوزيف سيليني، واتكلمنا عن كل شركة والمميزات بتاعتها والعيوب، وبعدها اتكلمنا عن اختيار بورد التمريض وعمل البصمات لحد حجز الامتحان. لو ما تتفرجتش على الحلقات اللي فاتت لازم تتفرج عليهم عشان تتابع معايا. النهارده هنتكلم عن مصادر المذاكرة لامتحان النكليكس RN، وازاي يبقى عندك معلومات كويسة في شغلك، وكمان علشان تقدر تدخل الامتحان وتنجح فيه بإذن الله. وفي الفيديو ده هنتكلم عن مصدرين للمذاكرة، وهما فيديوهات سيمبل نيرسينج وموقع بنك الأسئلة اللي هو اليو وورلد. أول حاجة من مصادر المذاكرة وهي فيديوهات السيمبل نيرسينج، بس ده محتوى مدفوع عبارة عن فيديوهات عن كل شابتر زي الادلت والمنتال والماتيرنت والفارماكولوجي. خطة المذاكرة هتبقى عبارة عن انك بتسمع الفيديوهات دي بتاع كل شابتر، وبعدها بتشترك في بنك الاسئلة زي اليو وورلد او الارشر، وارشر برضو ده بنك اسئلة حديث. بس انا نفسي بنصح باليو وورلد جدا، وفي ناس اكتفت باليو وورلد بس كمصدر للمذاكرة واخدت فيه حوالي 5 أو 6 شهور على حسب تفرغك ونجحت في الامتحان ان شاء الله. اليو وورلد واجهته سهلة وبسيطة، وفي حوالي 2800 سؤال لازم تخلصهم وتقرأ الراشونال كويس بتاع كل سؤال وتكتب نوتس بتفكرك بكل موضوع. بعد ما تخلص كل الفيديوهات هتبدأ تحل امتحانات مجمعة لكل شابتر وتشوف نفسك وصلت لفين. في ناس دخلت الامتحان وكانت بتجيب 70% في الامتحانات المجمعة دي ونجحوا، بس ده مش مقياس. انت محتاج تعرف استراتيجيات الحل المختلفة زي استراتيجية حذف الإجابات الخاطئة. انا عايز اقولك ان امتحان النكليكس ده عبارة عن امتحان سيفتي من الدرجة الاولى، وبيقيس هل انت كممرض امان على المريض ده ولا لا. وانت في الاختبار لازم تركز في السؤال والاجابة كويس، هل الاختيار اللي هختاره ده هينقذ المريض او لا، وهل الاختيار ده هيأثر على المريض بالسلب او انا هعمل له اي مشكلة تاني من ناحية السيفتي. في استراتيجيات تانية للحل زي استراتيجية امتى ابلغ الدكتور او انا اخد الاكشن الاول. الامتحان هو adaptive تيست، بمعنى انه بيبدأ من 85 سؤال ل 150 سؤال، ممكن يقفل عليك عند اي سؤال من بعد السؤال رقم 85، وده كمبيوتر اللي بيديلك الاسئلة بناء على مستوى قدامه. يعني مثلا هو بيشوفك في شابتر زي الماتيرنتي كده، بيديك سؤال انت لو ما حلتهوش صح بيديلك غيره عشان يعرف هل انت مش مذاكر الجزء كله ولا انت غلطت في الحتة دي بس. الامتحان هو بنك أسئلة كبير جدا، يقال إنه 1,500,000 سؤال، بمعنى إن لو في أكتر من شخص بيمتحنوا في نفس الوقت محدش هيجيله نفس الأسئلة. وبعد ما تخلص اليو وورلد في الآخر هتعمل امتحان اسمه السيلف أسسمنت، وده بيبقى امتحان عبارة عن 100 سؤال وبتشوف تقييمك كام في الامتحان، ولو التقييم عدى 70% ادخل الامتحان إن شاء الله. عاملين جروب للقناة على التليجرام فيه كل مصادر المذاكرة اللي انت محتاجها، وكمان فيديوهات شرح للنكليكس، ولو في اي استفسار عن الخطوات هنساعدك بدون اي مقابل ان شاء الله. وكمان هتلاقي فيديوهات السيمبل نيرسينج. ما تنساش تشترك في القناة وتعمل لايك للفيديو وتفعل زر الجرس عشان يوصلك كل جديد. اشوفك في الفيديوهات الجاية من سلسلة الطريق لأمريكا من البداية. دمتم في امان الله.